يلا نقول يسوع تاني. باللحن مع الأشعار، بالصوت ويا المزمار، بالنغمة على أوتار القلب يقول يا يسوع. اسمك بالتسبيحات يعلو على الأصوات. قدوس رب السماوات، قدوس اسمك يا يسوع. باللحن مع الأشعار، بالصوت ويا المزمار، بالنغمة على أوتار القلب يقول يا يسوع. اسمك يعلو على الأصوات. قدوس رب السماوات، قدوس اسمك يا يسوع. باللحن مع الأشعار، بالصوت ويا المزمار، بالنغمة على أوتار القلب يقول يا يسوع. اسمك رب الأرباب، اسمك رب الأرباب، وحدك يا وحيد الآب، ولا فيش للسماء باب غيرك انت يا رب يسوع. باللحن مع الأشعار، بالنغمة على أوتار القلب يقول يا يسوع. اسمك سحق الشيطان، أعطى التلاميذ سلطان، نصرتهم بالإيمان قوة اسمك يا يسوع. أقول لكم حاجة قبل ما نكمل الترنيمة دي. وانت واقف ما تقعدش، عشان في محضر الرب في عبادة لازم تستحق انك تاخد تديله كل كرامة وكل مجد بحسب المكتوب. باركوا الرب يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي. واتكتب كمان في أخبار الأيام الثاني إصحاح 5 عدد 11 يقول كده: وكان لما خرج الكهنة من القدس، لأن جميع الكهنة الموقدين تقدسوا، لم تلاحظ الفرق، والمغنون الأجمعون مغنون أساف وهيمان ويدسون وبنوهم وإخوتهم لابسين كتانا بالصنوج والرباب وآلات العزف للرب، واقفين شرقي المذبح. نوع من عبادتك إنك تقف قدام الله تقدم له كل احترام، زي ما بتتعامل مع الله إنه أب، اتعامل معاه إنه إله. الله أبونا بيحبنا وبيغفر وبيسامح، بس الشق الثاني كمان إنه هو إله يستحق مني كل الاحترام والتقدير والسجود والاحترام. الكتاب يقول: هلما نكسو ونسجد ونركع لله خلقنا. أنواع من العبادة فيها وأنا بقدم سجود القلب، بقدم فرح القلب، بقدم الجسد للرب. عشان كده نفسي قوي وإحنا بنسبح الرب تعرف إن في مفاهيم وإنت قدامه الله بيقبل هذه الذبيحة. ليه؟ عشان مش بيبص على كم الترنيمات ولا بيبص على كم الأصوات، ولكن الله ينظر على حالة القلب والسجود أمامه. الله ينظر إلى سلوك الإنسان وحالته الطبيعية قدامه. الله ما بيندحكش عليه خالص. اوعى تقول ان انا رجلي هتوجعني. انا اسف في الكلمة. لو حضراتكم في شغل ومطلوب منك انك تقف في الشغل دوت 10 دقايق، نص ساعة، ربع ساعة، ساعتين، هتقف وانت على قلبك احسن من العسل. ولو معدي او موجود في الكنيسة شخصية مهمة والاسيس طلب منك انك تقف احتراما للشخصية اللي جاية دي، غصب عنك هتقف. ما بالك لو رب الارباب وملك الملوك داخل كده من باب الكنيسة، تعمل ايه؟ عارفين الكتاب وصف الكلام ده في سفر العبرانيين، يقول محفل ملائكة. محفل، حفلة عظيمة بتتوج فيها يسوع ملك وانت بتسبح اسمه، عشان الاسم نفسه اعظم اسم في الوجود. يقول عنه الكتاب يدعى اسمه، ويبدأ يوصف عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السماء.
ده يسوع اللي احنا بنعبده، ده إلهنا الحقيقي اللي انت واقف قدامه، اللي وقف قدامه ايليا وقال بكل إيمان حي هو الرب. ما قالش الذي جالس ولا اللي أنا ماشي وسايق، الذي أنا واقف أمامه، بيعطي هيبة واحترام ووقار لملك الملوك ورب الأرباب. نفسي قوي قوي ما يسقطش المشهد ده من عينك قدامه، من فضلك ومن فضلك. نفسي قوي قوي ما يقلش المنظر دوت، منظر القدوس. ملك ده مش رئيس جمهورية ولا رئيس دولة ولا بيرأس على كام عالم، ده ملك كل الكون كله، ملك كل الكون كله. اسمه عظيم عظيم عظيم. اسمك سر الملكوت، وصليبك غلب الموت، والخيمة والتابوت رمز حضورك يا يسوع.